مساء الفل يا اهلاويه، كل عشاق الكوره. النهارده هنتكلم عن اول ماتش للاهلي في الدوري الموسم الجديد قدام مودرن سبورت. صراحه الماتش كان جامد جدا، خلص 2-2 شد وجذب لاخر دقيقه. نعرف ايه اللي حصل بالظبط. الشوط الاول كان هادي، الاهلي حاول يسيطر من اول دقيقه، تحركات من تريزيجيه وزيزو. قفشه حاول يفتح اللعب، لكن مودرن سبورت قافلين كويس، عاملين تكتل دفاعي قوي. طبعا خلص الشوط الاول 0-0. الجمهور بدأ يقلق، قول يا ترى الدوري هيبقى كده. لكن في الشوط الثاني الدنيا بقت جامده، الاهلي سجل اول جون طريق احمد رضا في الدقيقه ال50. الجماهير بقى فرحت، الفرحه طبعا ما طولتش. مودرن سبورت رجع بسرعه بهدف من حسام حسن في الدقيقه 58. بعدين بقى المفاجاه، مودرن سبورت يتقدم 2-1 رأسية علي الفيل في الدقيقة 72. طبعا الأهلي في موقف صعب، ياسين مرعي قال لأ وجاب جون التعادل في الدقيقة 79. النتيجة أصبحت 2-2. الأهلي خسر طبعا نقطتين في بداية مشوار الدفاع عن اللقب. مودرن سبورت أثبت إنهم فريق كبير قوي. الأهلي عايز يحتفظ بالدوري المصري، لازم يقفل دفاعه أكتر. مودرن سبورت لو كملوا كده هيسببوا مشاكل لأي فريق. قولوا لي من وجهة نظركم مين نجم الماتش؟ هل شايفين ان الاهلي يستحق يكسب ولا لا؟ متنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس.